Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just a sexy boy. Get some حكاوي المصارعة. السلام عليكم وأهلا بيكم في حكاوي المصارعة. هنا هتعرف القصة الكاملة، القصة اللي بدأت من أكتر من قرن، من أيام ما كانت المصارعة مجرد عروض محلية على مسارح صغيرة أو في خيام على الرمال، لحد ما وصلت إنها تبقى صناعة عالمية تملأ الملاعب، تجمع ملايين المشاهدين حوالين العالم. رحلتنا هتبدأ من صعود وسقوط الاتحادات، هنحكي إزاي الاتحادات كانت مجرد فكرة صغيرة بقت إمبراطوريات، وإزاي بعضها انهار فجأة وساب بصمة في التاريخ. وهنقعد نجرب أي 3 أو 4 حروف إنجليزي مع بعض يمكن نلاقي اتحاد بالاسم ده. هندخل كمان في حكاية العائلات الأسطورية، الأسر اللي اسمها ارتبط بالمصارعة عبر أجيال، واللي صنعت أبطال وأحداث لسه بنفتكرها لحد النهاردة. هتلاقي إخوات كلهم بيلعبوا مصارعة، أو جد وأب وابن أبطال، أو عائلة كاملة بعيالهم وسلطاتهم وبغنجهم. وطبعا مش هننسى أساليب المصارعة المختلفة، وهنقسمهم مدارس زي المدرسة اليابانية اللي بتركز على الصرامة والتقنية والعنف أحيانا، أو المدرسة المكسيكية اللي بتمسك الحركات بالأكروبات، وصولا للأسلوب الأمريكي الترفيهي اللي غير شكل الصناعة كلها، وغيرهم كتير من أساليب المصارعة. وهنتكلم عن الحركات المصارعة اللي غيرت مجرى التاريخ، مين اخترعها، مين كان السبب انها توصل للقمة وتبقى أيقونية بين الجماهير، ومين حولها انها تبقى حركة ترانزيشن عادية بعد كده. وكمان هنسلط الضوء على المباريات المميزة، المواجهات اللي قلبت موازين اللعبة، والقصص اللي اتبنت حواليها، والمبدعين اللي اخترعوا نوعيات جديدة من النزالات زي الرويال رامبل أو الوور جيمز. وأكيد مش هننسى الكواليس، قصص خلف الستار، نزاعات، صداقات، مواقف، كاميرات ما جابتهاش. الموضوع كله عبارة عن حكاوي، بس الحاجات دي بتغير مسار مباريات وساعات بتغير مسار اتحادات كاملة. تابعونا واستعدوا، لأن الحكاية أكبر من مجرد جرس واتنين على الحلبة.